السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. من حاجات العيد اللي عملتها السنة دي كانت الكوكيز بتاع العبد، طلع تحفة. وكمان عملت بسكوت القهوة وطلع جميل جدا. وكمان لما تاخديه بقى مع فنجان قهوة كده. تعالوا نشوف المقادير. معايا كوباية سكر، ومعايا كوباية وربع زبدة، ومعايا ربع كوباية زيت، وبيضاية، وكوباية ونص لاتنين الا ربع. يعني ممكن مثلا نحتاج على كوباية ونص، ممكن نحتاج معلقتين او حاجة دقيق على حسب نوع الدقيق. هحط كمان ظرف فانيليا. وكمان هحط معايا معلقتين كاكاو، ومعلقتين قهوة بن. هو المفروض ان احنا نحط يعني نسكافيه، بس طبعا هو مع المقاطعة فما بنستعملهوش. فانا حطيت بداله بن العادي، طبعا بن يكون سادة يعني. انا خدت الزبدة ضربتها مع السكر. هفضل اضربها كده بالمضرب، او على فكرة ممكن تتعمل بالمضرب اليدوي يعني. هضربها كده شوية لحد ما السكر يدوب في الزبدة خالص. هو كده كده السكر اصلا بودر، فمش هياخد وقت معاكي. بعد كده بقى احط الزيت، ربع كوباية الزيت. لما احس كده ان السكر والزبدة خلاص بقى اندمجوا مع بعض كويس. الزبدة طبعا تكون بحرارة الغرفة، ما تكونش طالعة من التلاجة يعني. وفي نفس الوقت برضو ما تكونش بره سايحة. يعني في الوقت اللي احنا فيه ده، يعني اول ما تطلعيها من التلاجة اصبري عليها لحد ما يعني تحطي فيها السكينة او كده تلاقيها ايه علمت معاها على طول تشتغلي بيها. حطيت بقى الزيت وانا بضرب برضو، ما وقفتش المضرب. هديها كده ايه ضربة خفيفة بحيث ان الزيت يمتزج معاهم. وبعد كده بقى احط البيضة وعليها الفانيليا. شايفين لون الزبدة اختلف من الاصفر بقى لونه ايه فاتح كده. هحط بقى البيضة، وكمان هحط ظرف الفانيليا، وابتدي اضرب تاني. بس بقى المرة دي مش هضرب بقى ايه كتير، هتبقى يا دوبك بس البيضة تمتزج معاهم. ونبتدي بقى نحط ايه الدقيق مع الكاكاو مع القهوة او البن. يعني طبعا لو انتوا عندكوا يعني نسكافيه بديل النسكافيه الاصلي او كده، طبعا هيبقى احسن. انا حطيت بن آه، سادة مش محوج ولا حاجة، وطبعا اداها طعم حلو قوي. قلبت كده البن مع الزبدة عشان يمتزجوا مع بعض. وبعد كده بقى هجيب الدقيق احط عليه الكاكاو اهو. حطيت عليه معلقتين كاكاو، واحط عليه كمان ربع معلقة بيكنج باودر، وهقلبه. طبعا الكاكاو لازم يكون كاكاو يعني اسباني، ما يكونش كاكاو اي كاكاو كده، ويعني عشان ما يغيرش طعمه. الكاكاو الاسباني جميل، وموجود طبعا عند محلات مستلزمات الحلواني هتلاقيه كتير. ابتدي بقى انخله. دي طبعا نخلة يعني المرة تانية عشان ما يبقاش فيه تكتلات ولا حاجة في الدقيق. وابتدي بقى ايه اعجنه كده. بعد النخل ابتدي اعجنه. طبعا رشة الملح انا كنت حطاها على الدقيق، رشة ملح صغيرة قوي. انا اديته كده ايه يعني عارف ضربة كده بسيطة عشان ما ينفعش اضرب كتير. وبعد كده لميته بقى ايه لميتها بايدي كده. هتلاقوا وانتوا بتلموها. بصوا احنا مش بنعجن، احنا بنلم. وانتوا بتلموها كده هتبصوا تلاقوا اللون بتاع العجينة ابتدى يغمق كده حبة حبة هتلاقي لونها اغمق. بصوا ادي اللون. بقطعها بقى على حسب ايه الحجم اللي انا عاوزاه. بس بعملها على شكل يعني ايه حبة القهوة. واحط بقى في الصينية. انا مش دهنة الصينية اي حاجة، الصينية ما فيهاش زيت ولا اي حاجة، وطلعت منها وزي الفل. لو حابين انتوا بقى تعملوها على ورق زبدة يعني ضمانا قوي فبراحتكم. بس انا بحب اخبز في الصواني الالومنيا. بصوا المنظر كده. انا خلصت، كنت مسخنة بقى الفرن. هدخلهم على طول على فرن سخن. اما بيطلعوا بقى ما بياخدوش حوالي يعني هو 10 دقايق ربع ساعة، من 10 دقايق لربع ساعة بتكون استوت.
اما بيطلعوا بقى سبتهم يبردوا. وبعد كده كان عندي صوص كراميل، فبقيت احط كده ايه الواحدة نصها في صوص الكراميل كده، او ممكن كمان في الشوكولاتة. بس بصوص الكراميل طعمها حلو قوي، يعني عايزة اقول لكم طعمها تحفة. لو حابين تعرفوا صوص الكراميل لو مقاديره، يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات وانا هقولها لكم، او هنزل لكم الفيديو بتاعها انا كنت عاملاه قبل كده اهو بالشكل ده. وبتسيبيها بقى ايه في على كيس بلاستيك او حاجة تنشف. اول ما بتنشف بقى بتمسك فيها وبتبقى الصوص بيمسك، وبتبقى وهي اصلا لوحدها طعمها حلو قوي مع فنجان القهوة كده، او مع النسكافيه بتاعكو تحفة. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. ما تنسونيش بقى في اللايك والشير، وان شاء الله الوصفة تكون عجباكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.